المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. جهود توسيع خدمات التعليم التقني عام 2020. مطالبة لتجميع سكان باكناف بفرو. إصحاح البيئة في عدخلة. كوريا الشمالية تجري تجربة مهمة جدا بموقع إطلاق صواريخ. عشرات القتلى إثر اندلاع حريق بمصنع في نيودلهي. سيول أوغندا تقتل 12 شخصا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ذكر مكتب التعليم في الإقليم الأوسط في الدورة التدريبية التي عقدت في سارة بالتعاون مع مكتب رورا التقنية العمل لتوسيع خدمات التعليم التقني بالإقليم عام 2020. وأوضح مسؤول البحوث والتخطيط والتأهيل في مكتب التعليم في الإقليم الأوسط السيد ماتيوس سبهات الآب لوكالة إيرينا إن الدورة التدريبية هدفت تعريف الجهات المعنية بالبرنامج الموضوع لاستخدام المكتب الرقمي والسمعيات والبصريات. وقال إن هذا الأسلوب سيغير أسلوب التدريس، مشيرا إلى أن التدريس بالصوت والصورة المتحركة قد أدخلته بعض المدارس، وسيتم إدخاله في جميع المدارس بحلول يناير 2020. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبت جابر اعتبارا الموارد الأفضل نسبيا التي يمتلكها الإقليم للدفع بالعملية التعليمية، فإن تلقي الطلاب التعليم المدعوم بالتقانة السمعية البصرية سيسهم كثيرا في نوع التعليم المقدم والنتائج. شارك في الدورة التدريبية التي نظمت 3 أيام في أيام السبت والأحد من 30 من نوفمبر وحتى 7 من ديسمبر حوالي 600 معلم من المرحلتين الثانوية والمتوسطة والجهات المعنية الأخرى. طالب سكان باكنا في مديرية فرو الإسراع لتجميعهم بهدف الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وأفاد السكان لوكالة إرينا أن أبنائهم يذهبون إلى دينانلو لتلقي التعليم، والمرضى والحوامل إلى عد قيح وفرو بصعوبة كبيرة للحصول على الخدمات الصحية، مؤكدين جاهزيتهم للتجمع في مكان وسط للخروج من هذه الصعاب وتطوير حياتهم المعيشية. وذكر مدير مديرية فرو السيد عثمان عرفة صعوبة إرسال الخدمات الاجتماعية في القرى المتناثرة في الأنحاء، مشيدا بجاهزيتهم للتجمع ومؤكدا العمل لإسراع عملية التجمع. وتتكون بانكاف الواقعة في ضاحية دينانلو من 7 قرى صغيرة ويزاول سكانها الزراعة والرعي. تم الإشادة بالمشاركة الأكاديمية في ضاحية عساعيلا بمدينة قلعلو إقليم شمال البحر الأحمر. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ جعفر صالح بأن سكان المنطقة يرسلون أبنائهم إلى المدرسة بفضل التجمع. وأشار الأستاذ جعفر إلى انخفاض نسبة المشاركة النسائية مع تقدم المراحل التعليمية، كما أوضح الأعيان إلى قوة العلاقة الثلاثية بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، ويظهر ذلك جليا في إطار التقدم الأكاديمي المحقق، داعين للعمل المنسق من أجل تعزيز مشاركة الإناث والذين فاتتهم فرص التعليم بأي من الأسباب. قامت أكثر من 4000 أسرة من 26 قرية في مديرية عدخلة ببناء دورات المياه في منازلها لضمان إصحاح البيئة. وذكر مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد سراك دباس تحقيق نتائج مرضية من الجهود المجتمعية لإصحاح البيئة. وقال مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي السيد محمد صالح إن برنامج إصحاح البيئة الممنوح أهمية كبيرة على مستوى الإقليم يسهم لمكافحة الأمراض المعدية وتأمين الصحة. وأشار سكان القرى إلى أن أنشطة التوعية الصحية ساعدت لإدراك فوائد دورات المياه. وأوضح مدير مديرية عدخلة السيد عند مسكالة دحنوم مواصلة العمل لتنفيذ برنامج إصحاح البيئة في 13 ضاحية هذا العام، ولا سيما 9 ضواحي بداية عام 2020، داعيا السكان تعزيز التعاون لتنفيذ البرنامج في أوانه. فاصل قصير مشاهدينا الأكارم، ومن ثم وافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم والأنباء العالمية. قالت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا مهما للغاية في موقع لإطلاق الصواريخ بعيد المدى، والذي وردت تقارير تفيد بإعادة بنائه بعد تفكيكه جزئيا عندما دخلت البلاد في محادثات نووية مع الولايات المتحدة العام الماضي. ويأتي هذا التطور وسط احتمالات ضعيفة لاستئناف المفاوضات، حيث حذرت كوريا الشمالية بأنها ستسعى إلى طريقة جديدة إذا فشلت في الحصول على تنازلات أمريكية كبرى بحلول نهاية العام. وقالت بيونغ يانغ أن استئناف التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى يعتمد على الولايات المتحدة. وذكرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي أن اللجنة المركزية ستعقد اجتماعا في أواخر ديسمبر لمناقشة قضايا حاسمة تماشيا مع الوضع المتغير في الداخل والخارج. لقي 43 شخصا على الأقل حتفهم جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي، وسط توقعات بأن ترتفع الحصيلة أكثر وفق ما أفادت الشرطة. ونشب الحريق صباحا في الحي القديم في المدينة، حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين. وصرح مسؤول رفيع في شرطة نيودلهي أنه تم إخراج 8 أو 9 أشخاص كانوا في الداخل، ليرتفع عدد من تم إنقاذهم إلى 58 على الأقل. وتحدث مسؤول جهاز الإطفاء عن صعوبة الوصول إلى المبنى المعتم في حين سدار بازل التجاري. وفي رد فعله على الحادثة، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر الحريق بالمروع، وأكد تضامنه مع عائلات الضحايا، مضيفا أن السلطات تقدم كل أشكال المساعدة الممكنة، وعادة ما يؤدي سوء التخطيط والتساهل في تطبيق قواعد سلامة المباني إلى حوادث مميتة من هذا النوع. لقي 12 شخصا مصرعهم بعد ما جرفتهم السيول في غرب أوغندا، وفق ما أعلن الطبيب أو الصليب الأحمر، إثر هطول أمطار غزيرة في الدورة الواقعة في شرق أفريقيا. وقالت مديرة فرع الصليب الأحمر في منطقة بونديمويو ديانا توموهيمسي أنه تم انتشار 12 جثة، ونقل شخصا واحدا إلى المستشفى للعلاج من جروح خطيرة. وبدأ الصليب الأحمر عملية بحث وإنقاذ مع الشرطة والجيش والسكان في 12 منطقة متضررة، لكن لم يتضح بعد عدد المفقودين. ويحذر العلماء من أنه مع ارتفاع حرارة المحيط بسبب التغير المناخي، ستصبح ظاهرة ثنائية قطبية المحيط الهندي أكثر توترا وقسوة. في عالم الفن لا وجود للمستحيل ولا حدود للإبداع والخيال بالنسبة للفنانين، ولكن في بعض الأحيان يبتكر صانعو اللوحات الفنية أعمالا غريبة وغير منطقية، والأغرب من ذلك أن يكون سعرها يتعدى حجمها الحقيقي. وهذا ما وقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد في معرض آرت بازل، حيث بيعت لوحة فنية أو حبة موز بسعر 120 ألف دولار. قد يبدو الأمر غير قابل للتصديق، لكنه حدث. وقام النحات الإيطالي ماريسو كانيلال بعمل لوحة فنية تتمثل في إلصاق حبة موز بشريط لاصق، قضى على حائط أبيض لتكتمل صورة لوحة فنية بهذه البساطة. وبحسب منظمي المعرض، فقد اشترى زوجان فرنسيان اللوحة، والتي جاءت في 3 نسخ فقط. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.